أهلا وسهلا بكم متابعي أفلام الخمسين الكرام. لو عايزين ملخص فيلم معين اكتبوا لنا اسمه في الكومنتس ويلا بينا علشان ندخل في الملخص الجامد ده. بيبتدي فيلمنا براجل ومراته وهما باني وكريس، واللي بيكونوا بيخيموا في غابة بعيدة جدا عن المدينة، واللي بيتقال عن الغابة دي انها خطر جدا وان في ناس كتير فقدوا فيها ومحدش عارف هما وصلوا لايه. وفي وقت ما هما مريحين شوية في الخيمة بيهجم عليهم وحش ضخم وبيسحب باني وبيخلص عليها في لمح البصر، وكريس ما بنكونش عارفين هو حصل له ايه. وبعد ساعتين من الحادثة دي بيظهر واحد عمال يجري في الغابة، والواضح كده ان شكله بيهرب من ناس عايزة تقتله، لكن بيطلع في الاخر جندي واسمه كوبر وفي وقت التدريب بتاعه. وحاليا بيأمره القائد ريان انه يقتل الكلب علشان يختبر شجاعته ويضمه للفريق بتاعه، لكن كوبر مش بيرضى يقتل كلب بدون ذنب، والقائد ريان بيقول له ان هو جبان وان هو محتاج رجاله اقوياء في الفريق بتاعه وبيسيبه ويمشي. وبعد 4 اسابيع وفي نفس الغابه بيحضر مجموعه من الجنود تحت قياده الرقيب ويلز، واللي هم حاليا بيتدربوا لاستعداد للحرب، لكن كوبر بيكون في وسطهم وبمثابه الدراع الايمن للقائد ويلز. وبالليل وهم بيدردشوا مع بعض بتتحدف عليهم بقره ميته وبيترعبوا جامد من الموقف ده وبيكونوا مش عارفين يتمالكوا اعصابهم، لكن القائد ويلز بيسيطر على الوضع وبيلاحظ ان على البقره دي علامات عض. وفي الوقت ده كان بيراقبهم الرقيب ريان من بعيد وبيبدا يحس ان حواليه حركه مش طبيعيه، وبوم بيهجم عليه الوحش ومش بنعرف هو مات ولا لا. وتاني يوم بيبدا فريق ويلز في التحرك في الغابه علشان يعرفوا البقره دي كانت بتهرب من ايه بالظبط، وحاليا بيوصلوا المكان اللي فيه معسكر الفريق ريان، وبيلاحظوا ان في بقايا جثث مترميه في كل حته حرفيا. وفجاه بيظهر القائد ريان من بين الحطام وشكله كده متصاب ومحتاج مساعده، وبيبدا يهلفظ بشويه كلام وبنفهم ساعتها ان هو وفريقه كانوا في مهمه لتمشيط الغابه، لكن الوحوش هجمت عليهم وما خلتش فيهم واحد عايش. ولحسن حظ ريان ان الوحوش سابته وما خدتش بالها منه، وبيهربوا كلهم من المكان لان الجو قرب يليل. والمعروف عن الوحوش دي انها بتهاجم الناس في الظلام، وهم في طريقهم بينفصل بروس عن المجموعه، وده سهل جدا على الوحوش انها تتمكن منه. وعلى طول بيهجموا عليه بعد ما اتخبط في غصن شجره اخترق جسمه. ويلز بيروح يتفقده ويشوف هو فيه ايه، لكن الوحوش بتخلص عليه تماما، وعلى طول بياخد بعضه وبيهرب، لكن الوحوش بتهاجمه هو كمان وبيتصف في بطنه. ولحسن حظه بيلحقوا كوبر وبيضرب نار على الوحوش علشان يعطلهم، وبيروح شايله وبيمشي بيه بسرعه، بس الوحوش بتفضل تطاردهم وبيبقى عندهم قدره جامده جدا انهم يشوفوا بالليل. والجنود بيضربوا نار جامد جدا على الوحوش علشان يعطلوهم، بس الوحوش كانوا اذكياء جدا وبيقدروا يتفادوا الرصاص. ولحسن حظهم بتظهر عربيه على الطريق، فعلى طول بيجروا ناحيتها وواحد منهم رمى نفسه قدام العربيه علشان تقف، وبتكون صاحبتها واحده اسمها ميجان، وبسرعه بيركبوا في العربيه، لكن العربيه بتبقى محشوره في الطين لان العدد اللي فيها كبير ومش هتقدر تتحرك. بس الوحوش بتهجم عليهم وهم في العربيه وبينزلوا فيهم ضرب بالسكينه وبيقدروا يهربوا من المكان خالص. وهم في الطريق بيسالوا ميجان هي عرفت توصل لهم ازاي، وبتقول لهم انها كانت في بيت قريب منهم، وبعد ما سمعت صوت ضرب النار جت على الصوت علشان تشوف فيه ايه، وحاليا بتوصل بيهم للبيت اللي هي عايشه فيه، لكنهم بيكونوا قلقانين ان الوحوش تكون وصلت قبلهم للبيت، وبيبداوا يمشطوا المنطقه اللي حوالين البيت وما بيلاقوش غير الكلب وبس. وبيدخلوا كلهم ومعاهم القائد ريان، وكوبر بيسال ميجان على اقرب تليفون في المنطقه يقدروا يوصلوا له، فبترد عليه وتقول له ان المنطقه دي معزوله خالص عن المدينه، وان اقرب بيت على بعد 50 ميل، يعني حوالي كده 4 ساعات مشي بالعربيه. وبعد كوبر ما سمع منها الكلام ده خد سبون ونزل بيه وخد العربيه، لكنه بيلاقي العربيه متدمره وبيفهم ان الوحوش هي اللي عملت كده، والمشكله الاكبر ان الوحوش حوطت البيت كله، فبسرعه بيجروا وبيقفلوا البيبان وراهم وبيولعوا في العربيه خالص، بس الوحوش مش بتسيبهم في حالهم وكانت عماله بتزق في البيبان علشان تدخل، لكنهم بيسيطروا على الموقف وبيمنعوهم. وحاليا ما بيبقاش قدامهم اي وسيله للخروج من الغابه بعد تدمير العربيه، ومفيش قدامهم خيار غير انهم يحصنوا البيت كويس، وبعدها بياخدوا القائد ويلز علشان يعالجوه من الجرح بتاعه. وعلى الجانب الاخر الوحوش بتكون مراقباهم من ورا الشجر وبيدوروا على اضعف نقطه في البيت يقدروا يدخلوا منها، وده طبعا لانهم اذكياء جدا. وميجان بتسالهم هم في الغابه دي جايين يعني علشان يقتلوا الوحوش ولا جايين يعملوا ايه، فبيرد عليها كوبر وبيقول لها انها مهمه تدريب مش اكتر، وانهم ما يعرفوش اي حاجه عن الوحوش دي وانهم اتفاجئوا بيهم. فبيسيبهم ريان وبيدخل الحمام وبيفضل باصص للمرايه ومش مصدق نفسه ان هو لسه عايش لحد دلوقتي. بعدها بنشوف القائد ويلز وهو بينزف جامد، فعلى طول خدوه وقفلوا له الجرح بتاعه بشويه شاش. وبعد ما كوبر وميجان عالجوه وبدات تعرفهم ميجان الوحوش دي عباره عن ايه بالظبط، وبنعرف ان هي ولا ذئاب ولا هي بني ادمين، دي حاجه كده في النص بين الاتنين، ودول اللي بيسموهم المستذئبين. وبتقول لهم انها جت الغابه من سنين علشان تعمل عليهم ابحاث وتدرسهم كويس، وبتعرفهم كمان انهم عندهم القدره في التطور والتكيف مع الطبيعه اللي حواليهم، وبتعرفهم ان في حاجه غريبه هم بيعملوها، وهي انهم في النهار
النهار بيرجعوا بني ادمين عاديين جدا، وبعد منتصف الليل والقمر مكتمل بيتحولوا مستذئبين تاني، وبيبقى فيهم ميزه وهي القتل في جماعات، وبيخلصوا على ضحاياهم في اقل من ثانيه. وبعد ما بتخلص ميجان كلامها بيروح كوبر لريان علشان يستجوبه، ومن كلامه ثبتت شكوكه لانه كان عارف ان ريان كان عاملهم كطعم للمستذئبين دول علشان يقدر يقبض عليهم ويعمل عليهم البحث العسكري بتاعه. وبعد ما خلص ريان كلامه راح يشوف كوبر الجرح بتاعه، والغريب انه مفيش اي اثار وحصل له استشفاء تام. فبيقول له ازاي ده حصل؟ ده احنا ساعه ما شفناك اول مره كنت خلاص هتموت، والغريب انك كنت بتمشي معانا عادي ومش باين عليك اي تعب. فتنرفز عليه ريان جدا وسحب مسدسه علشان يقتله، بس الرجاله قاموا معاه بالواجب. وفي الوقت ده المستذئبين هجموا على البيت ودخلوه، فبسرعه كلهم خدوا وضعيه الهجوم وكل واحد واقف في مكانه. بس المستذئبين طلعوا اذكى منهم وقدروا ان هم يشتتوهم، ودخلوا كل واحد من مكان غير التاني. فبدأوا الجنود يضربوا عليهم النار كلهم، لكن واحد من المستذئبين دول خد السلاح من بول، فراح بول على طول رامي عليه قنبله وفجره. على الجانب الاخر كوبر وسبونس بيعطلوهم على قد ما يقدروا، وسبونس رمى على واحد منهم ميه مغليه علشان الطلق بتاعه خلص. فواحد من المستذئبين مسك بول من رقبته، لكن كوبر لحقه وقطع دراعه بالسيف، وبعدها طلع علشان يلحق القائد ويلز علشان هو مصاب ومش هيقدر عليهم لوحده. فبدأ يضرب في المستذئب هو وويلز لحد لما سابهم ومشي. وفي المقابل واحد من المستذئبين سحب تيري لبره وخلص عليه، فمش بيعرفوا يتصرفوا ازاي، وكمان الطلق بتاعهم قرب يخلص. فبتقول لهم ميجان ان مفيش حل قدامهم غير انهم يستنوا للصبح. وفي وقت ما كان كوبر وميجان عمالين بيتكلموا مع بعض، اكتشف ان هي وريان يعرفوا بعض من وقت، وده لان ميجان كانت عباره عن المرشد لفريق ريان في الرحله بتاعته الاولى للغابه. وده معناه ان ريان كان عارف كتير جدا عن المستذئبين دول، وانه ساعه ما كان بيستكشف الغابه للمره الاولى اكتشف العيله اللي كانت بتسكن البيت ده لسنين طويله، وهم نفسهم المستذئبين اللي هم بيطاردوهم. وميجان بتسيبهم وبتروح عند الشباك وبتفضل تبص على المستذئبين، وبعدها بتقول لهم ان في عربيه قريبه من البيت في المزرعه اللي جنبهم لو يعرفوا يوصلوا لها. فخدوا على طول القرار وبداوا ينفذوا الخطه اللي هيقدروا يجيبوا بيها العربيه من غير ما المستذئبين ياخدوا بالهم منهم. فنزل سبونس علشان يعطلهم وولع شمروخ ووجهه ناحيتهم، وفي المقابل جري جو علشان يركب العربيه. وهو في العربيه شاف واحد من المستذئبين ماسك تيري وعمال بياكل فيه بطريقه بشعه، وفي الاخر فصل راسه عن جسمه ورماها عليه. فبسرعه داس بنزين وخرج باقصى سرعته، وبعد لما وصل للبيت حس بان في واحد من المستذئبين دول وراه، فحاول يضربه بالسكينه لكن المستذئب خلص عليه في ثواني. وبعدها بيخرج بقيه الجنود علشان يركبوا العربيه، وبيتفاجئوا بجو واحشائه في كل مكان في العربيه، وبسرعه بيرجعوا للبيت تاني. والاخبار السيئه ان ما بقاش فيه منهم غير 5 بس بريان طبعا. فبيروح كوبر لريان وبيساله ايه السبب الحقيقي انه خلاهم يجوا الغابه، فبيرد عليه ويقول له انهم كانوا عايزين واحد من المستذئبين دول حي علشان يدرسوه ويعملوا عليه تجارب هتفيدهم في الجيش. لكن لسوء حظهم المستذئبين هجموا عليهم وما كانوش متوقعين ردة الفعل دي وانهم هيقتلوهم بالشكل العنيف ده، وقال لهم ان انتوا كنتوا بمثابة طعم للمستذئبين دول. فبيتنرفز عليه كوبر وبيضربه وبيوقعه على الارض. لكن حصلت حاجة غريبة وهي ان ريان بدأ يتحول لمستذئب، فعلى طول انقضوا عليه وفضلوا يضربوا فيه ويطعنوا فيه بالسكاكين لحد ما سابهم ونط من الشباك. وكان سبب التحول ده انه ساعة لما هجمت عليه الوحوش ضربوه في بطنه، وبمجرد ما بيعدي عليه 24 ساعة بيبقى زيهم. حاليا بيرجع كوبر يبص في الصورة بتاعت العيلة اللي كانت ساكنة في البيت ده، وبيعرف من ميجان انهم بيقضوا معظم وقتهم كبشر، وده معناه ان المخلوقات دي مش بتسيب بيوتها باي شكل من الاشكال. فبترد عليه ميجان وبتقول له انهم ناس طيبين جدا، بس كوبر كان عايز يقتلهم علشان ياخد بطار صحابه. فبتعرفوا ميجان ان عددهم ما بيقلش عن 8 افراد بالقائد بتاعهم، وبيفضلوا في مكان واحد متجمعين فيه، والمكان ده هو المزرعه. وعلى طول كوبر بيعمل خطته، والخطه بتكون كالاتي: هو انه هيفجر المزرعه بخزان البنزين اللي في العربيه واسطوانات الغاز اللي في البيت. فبيروح للقائد ويلز وبيقول له ان هو اللي هيضحي بنفسه ويفجر نفسه فيهم، بس كوبر طبعا مش بيوافق. لكن ويلز بيعرفه ان حالته الصحيه بقت كويسه جدا، وبيقول له ان الجرح اختفى خالص من جسمه، وده معناه انه في الاخر هيتحول زي ريان وهيبقى مستذئب. وبيقول له خلاص انا ممكن اتحول في اي وقت واهجم عليك واقتلك. لكن كوبر برضه بيصر على رايه ومش بيسيبه يضحي بنفسه، وبيخرج هو وسبونس بيقطع خرطوم البنزين، وبعدها بيركب كوبر والعربيه باسطوانه الغاز وبيروح ناحيه المزرعه. لكن سبونس ما كانش قادر يولع خط البنزين علشان الكبريت كان بايظ. بس بسرعه بيخرج ويلز وبينقذ الموقف وبيرمي مولوتوف على البنزين وبيولع المزرعه باللي فيها. بس يا فرحه ما تمت، وبترجع ميجان لكوبر وبتعرفه انها ضحكت عليه وما كانش
كانش في اي حد في المزرعه اصلا. والعجيب ان ميجان كمان هي طلعت مستذئبه، وكوبر كان بالنسبه لها هو النجاه الوحيده من الغابه دي. وبتحكي له بتقول له انها في اول يوم ليها في الغابه دي انضمت للعيله وبقت جزء منهم، لكن العيله بعد شويه كانوا هيقتلوها، ده لان عددهم مكتمل وانها بتشكل خطر عليهم، وده اللي خلاها تتصل بالجيش وتبعت ريان وفريقه علشان يخلصوها منهم. بس خلاص فات الاوان، وكانت ميجان سايبه باب البيت مفتوح علشان المستذئبين يقدروا يدخلوا البيت. وبعدها ميجان بدات تتحول، لكن كوبر ضرب عليها نار بسرعه جدا قبل ما يتم التحول بتاعها وبيقتلها. والوحوش بتهجم عليهم هم الثلاثه، لكنهم قدروا انهم يهربوا وبيستخبوا كل واحد في حته شكل. فبسرعه الوحوش جرت وراهم، وواحد منهم دخل ورا سبونس المطبخ وبدأوا يدوروا في بعض الضرب. وسبونس حرفيا كان اي حاجه بتيجي قدامه من المطبخ بيضرب بيها المستذئب. بس في الاخر المستذئب اتمكن منه وقتله، وفضل ياكل فيه هو واخوه. على الجانب الاخر كوبر وويلز كانوا محبوسين في اوضتين مختلفين عن بعض، لكنهم قدروا انهم يوصلوا لبعض واستخبوا في الدولاب، وفضلوا يضربوا لتحت بالنار علشان ينزلوا للدور الارضي. ولقوا سبونس زميلهم عباره عن حته لحمه مفرومه. فامر ويلز كوبر ان هو يمشي وان هو هيفضل لوحده في البيت. فقفل الباب وقطع خرطوم الغاز واستنى لحد لما كل المستذئبين يدخلوا، وبعدها راح مفجر البيت. وكان فاضل له ثواني ويتحول. وحاليا فضل كوبر قاعد في البدروم مستني النهار يطلع، بس بيتفاجئ بانه قاعد في مخزن المستذئبين اللي بيعينوا فيه الجثث بتاعتهم. والمفاجاه التانيه ان ريان المستذئب دلوقتي بيهجم عليه وبيضرب فيه، لكن كوبر قتله في الاخر وعرف الطريقه اللي يقدر يقتلهم بيها، وان هو يغرس في قلبهم اي سلاح فيه فضه وبعدها يضرب نار على الدماغ، فبيموت المستذئب في الحال. وبينتهي فيلمنا بخروج كوبر والكلب، وبيبقوا هم الناجين الوحيدين من الغابه. لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.